اللي عاجبني في بيسيرو انه في تاني مباراه ليه فقط هرش ان دونجا لعيب نصاب، وده ظهر اكتر في رد فعل بيسيرو على تصرف دونجا مع الكره دي تحديدا، اللي قرر مره واحده ان الفريق كله رايح هجمه مرتده، قرر دونجا انه يباصي للي جنبه. الحقيقه ان دونجا بيعمل العك ده من بدايه الموسم، الراجل هرش ده في تاني مباراه ليه. اسلوب لعب بيسيرو وخاصه في مباراه الاهلي كان قايم على التحولات، اعتقد ان الناس كلها عارفه كده بما فيهم دونجا. يعني ايه تحولات بالنسبه لنص الملعب تحديدا؟ يعني سرعه في اتخاذ القرار ودقه في اتخاذ القرار. دونجا ما عندوش اي حاجه من دول. بيسيرو لما قرر انه يسحب حد من نص الملعب كان اختياره الاول هو سحب دونجا. على حساب مين؟ على حساب محمد شحاته اللي عنده انذار ومهدد بالطرد، وعلى حساب عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه. مع العك اللي بيقدمه دونجا مع الفريق ده، عندي توقع شخصي بمجرد رجوع احمد حمدي وناصر ماهر ووجود عبد الله السعيد ومحمد شحاته ورجوع محمود جهاد، اعتقد وبنسبه كبيره جدا ان دونجا مش هيكون موجود في حسابات بيسيرو تماما.